ازاي اقدر اعرف الموتور الالومنيوم من الموتور النحاس؟ هو اصلا ايه اللي يميز الموتور النحاس عن الموتور الالومنيوم؟ ولو انا مضطر اجيب موتور الومنيوم بما ان السوق مليان مواتير الومنيوم او اغلبه دلوقتي مواتير الومنيوم، ازاي اقدر اجيب موتور الومنيوم كويس واقدر اعتمد عليه؟ دي الاسئله اللي هيجاوبنا عليها المهندس احمد صاحب شركه الامين. برحب بيك يا باشمهندس احمد. بفكرك ان القناه عليها قوائم تشغيل مرتبه للمبتدئين من اول الاساسيات ولحد الاحتراف في كل ما يخص الهندسه والصيانه العامه. انا احمد داوود، دكتور هندسه. نجاوب بقى على السؤال بتاع ازاي اقدر اميز الموتور الالومنيوم من الموتور النحاس. علشان تعرف هو نحاس ولا الامونيا، تمام، بتقشر مثلا الجزء اللي هو فيه نحاس ده تقشيره بسيطه باي ماده باي حاجه حاده، بيبان معاك العزل، يتقشر العزل يبان معاك هنا لدرجه اللون ابيض، بيبان معاك لون الالومنيوم. الامونيا ده درجه البيض. لا انا عايز اعرف من غير ما اقشر يا باشمهندس. من غير ما تقشر، لو بصيت للملف هنا بتلاقي الجسم بتاعه صغير جدا، نحاس حاجه ضعيفه جدا بالنسبه للنحاس. اما بالنسبه للالومنيوم بتلاقي مليان نحاس. انا بصيت الملف باين هنا شويه مليان الومنيوم، مليان سلك، مليان للاخر هنا اهو، لان الالومنيوم بيحتاج سلك اكتر من النحاس. طبعا. طيب لكن النحاس هنا في الموتور ده قليل لان الموتور ده اصلا سيء. لانه هو صيني اصلا، تمام. بالنسبه لو موتور مثلا فيتنامي زي كده بتلاقي مليان، بالنسبه للفيتنامي زي كده بتلاقي مليان سلك نحاس هنا. الموتور الفيتنامي ده معمول بنحاس جوده عاليه، لكن الموتور الصيني اللي معمول نحاس، اغلب المواتير الصيني اللي معموله نحاس في السوق اغلبها كده الملف بتاعها ضعيف. لكن الموتور الصيني اللي معمول بالومنيوم بنلاقي ان الملف بتاعه كبير شويه، منفوخ كده، لانه بيضطر ان هو يلف كتير او يبقى في ملف كبير. يعني الالومنيوم بنحتاج عدد لفات اكتر من النحاس. تمام. طيب يا باشمهندس احمد، انا دلوقتي عرفت منك ان اغلب المواتير الموجوده في السوق الومنيوم. تمام. صحيح الكلام ده؟ الاغلب في السوق الومنيوم. لو بالنسبه للصيني، بالنسبه للمواتير الصيني الاقتصاديه اللي هي اقل اسعار، فرق كتير ما بين الصيني والفيتنامي في السعر. اما بالنسبه للموتور الصيني اللي بيبقى سلك نحاس بيبقى سلك رديء جدا. يعني انا دلوقتي معايا موتور صيني نحاس، تمام، اختاره هو ولا اختار الصيني الالومنيوم؟ السؤال ده انا عارف ان هو جديد عليك. لا، تختار الالومنيوم الستور الكبير، يكون مثلا شركه كويسه او جوده كويسه. يعني الالومنيوم الاستيتور الكبير ده اختاره هو، الصيني الضعيف. يبقى انا اجيب الومنيوم استيتور كبير زي ده ومحترم افضل من ان انا اجيب صيني زي ده ولكن الملف بتاعه رديء. حتى لو نحاس. حتى لو نحاس بيبقى قدرته ضعيف. لو عايز تجيب نحاس، جيب نحاس اللي هو المواتير الفيتنامي. لو عايز تجيب نحاس تجيب الفيتنامي ده فيتنامي اقوى. يبقى انا غالبا لو هجيب مواتير صيني موجوده اللي هي المواتير الاقتصاديه غالبا هتكون الومنيوم. ما صدقش حد يقول لي ان ده نحاس. اللي موجود النهارده كلها الومنيوم. دلوقتي انا عايز اعرف ايه اللي يميز الموتور النحاس عن الموتور الالومنيوم؟ بالنسبه للموتور النحاس بيستحمل درجه حراره اعلى بالنسبه عن الرطوبه وقدرته والعزم بتاعه بيستحمل اكتر من الالومنيوم. الالومنيوم ده ضعيف جدا. تمام. اقل حاجه ممكن يضرب معاك او يفصل معاك. يعني النحاس بيتحمل حراره اعلى ويشيل احمال اكتر. بيحمل اقوى. طيب انا مضطر اشتري موتور الومنيوم لان هو اللي موجود دلوقتي في السوق. تمام. ازاي ابقى مطمن ان الموتور الالومنيوم ده كويس واقدر اعتمد عليه؟ ده اول سؤال. تاني سؤال، ازاي اقدر اتلافى العيوب بتاعه الالومنيوم؟ بالنسبه للموتور الالومنيوم، عشان تجيب موتور صيني الالومنيوم يفضل انك تجيبه موتور ستور كبير. تمام، زي ده كده. اكبر ستور. انا افضل نوع في الالومنيوم تجيبه، ما تجيبش ارض حاجه. الستيتور اللي هو ده ده يكون كبير، لكن في ستيتور صغير اللي هو ده الستيتور الكبير اهو، وده الستيتور الصغير. يبقى انا بجيب الموتور اللي الستيتور بتاعه كبير، ده كده الجوده الاعلى، ده اللي انا اجيبه وانا يعني مطمن شويه. ازاي اقدر اتلافى العيوب بتاعه الالومنيوم؟ عشان تلافى عيوب الالومنيوم يعني يفضل مثلا ما تشغلش عليه فتره طويله المروحه نفسها، يفضل تغير الريشه بريشه اصغر. تمام. يعني خلاصه كلام حضرتك انه الموتور ده ما بيتحملش حراره عاليه، بالتالي ما شغلوش فترات طويله وما احملش عليه حمل كبير. يعني ما اخليش الريشه كبيره عليه، اخلي الريشه اصغر. يعني انا اضطريت ان انا اجيب موتور الومنيوم، لو اقدر اجيب ريشه صغيره عليه او ريشه خفيفه اجيب الريشه الخفيفه علشان ما يسخنش بشكل كبير. طيب انا بشكرك جدا يا باشمهندس احمد. ارجوكم ما تنسوش والدي ووالد المهندس احمد من صالح دعائكم، ولو استفدتوا مننا حاجه يا ريت تدعوا لينا وليكم بالصحه والستر وراحه البال والهدايه للطريق الصحيح والمستقيم.